السلام عليكم. تحية طيبة للمشاهدين. بالنسبة اليوم احنا كجمعية مغرب المستقبل، وفي إطار المواكبة المستمرة ديالنا للشأن المحلي سواء محليا جهويا وإقليميا، كانت جمعية مغرب المستقبل في شخص رئيسها انها اليوم كتواكب الدوره ديال المجلس الجماعه في اطار الادوار الدستوريه اللي خص بها المجتمع، الدستور المملكه المجتمع المدني. وناقشوا في هذه الدوره مجموعه ديال النقاط من النقاط اللي استرعت الاهتمام ديالنا، واللي احنا واكبناها قبل الدوره ونواكبها اليوم وسنواكبها غدا ان شاء الله في مجموعه من المحافل الاخرى. هي النقطه المتعلقه بالدعم المخصص للجمعيات وما شابه من خروقات مسطريه اللي كيتحمل فيها المسؤوليه السيد رئيس جماعه خريبكا والمجلس بصفه عامه. اليوم كنشوفوا الطريقه اللي تعطى بها الدعم، وهي طريقه يعني ما كتستجبش اولا من الاعلان اللي صدروا الرئيس المتعلق بتلقي ملفات الدعم، بحيث ان حنايا كجمعيه كان عندنا واحد الطعن قدمناه للسيد رئيس المجلس والسيد عامل اقليم خريبكا حول قانون ديال تبسيط المساطير، بحيث ان الجماعه ما التزمتش بهذا القانون ديال تبسيط المساطير، وخاصه الماده 7 منه اللي كتقول لا يحق للمؤسسات يعني الإدارية أن تطلب من المرتفقين ديالها أكثر من نسخة في كل ملف. وإحنا كنا كنتفاجئوا بأن الجماعة طلبت 5 نسخ من من النسخ اللي مضمنة للملف ديال الدعم، وهذا خرق قانوني. وإحنا سبق لنا أننا درنا تعرض لدى السيد وزير الداخلية قسم الجماعات الترابية، ولدى السيد عامل الإقليم، ولدى الوزيرة المحترمة ديال الإدارة والاتصال الرقمي، باش يعني نوقفوا هاد المقررات اللي هي لا تبنى على قرارات يعني على مساطير صحيحه. والجمعيه غادا تحتفظ لنفسها بحق سلك جميع المساطير القانونيه بما فيها القضاء ان استدعى الامر اننا نتجه به من اجل اسقاط هذا المقرر اللي اتخذ اليوم، لانه مقرر خارج عن الصواب، ولانه لا يستجيب لجميع المساطير القانونيه اللي خاص الجماعه تعمل بها. والجماعه خاصها تكون واعيه بان الدوله راها تطورت والقانون تطور فيها، وكاينين بعض الجماعات دابا على الصعيد الوطني والجهوي اللي ما بقاش كيستعملوا ما هو ورقي، بالعكس انتقلوا لما هو الكتروني، وهذا في اطار يعني تفعيل مبادئ التنميه المستدامه، هذه المبادئ اللي كترتكز على المحافظه على البيئه والمحافظه على بزاف الحوايج، وفي نفس الوقت تقريب المواطن من الاداره باعتباره عنصر مهم في هذه العمليه.